تعالوا بقى علشان اقول لكم ايه هي الاكله رقم واحد اللي لازم تكون موجوده عندي على السفره لو عندي عزومه في رمضان. انا عارفه ان كلكم كده في العزومات بتكونوا محتارين، فهعمل معاكم بقى النهارده اكله من اللي بتنور السفره كده في عزومات رمضان. في حله كده هنحط فيها زيت مع زبده، وهننزل عليهم بمعلقه سكر. اول لما السكر يتكرمل هنكون مجهزين عندنا بصلايه كبيره مفرومه ناعم. هننزل بالبصله وهنسيب البصله لحد لما تدبل كده. هنضيف بقى شويه بهارات، معلقه ملح ومعلقه قرفه ومعلقه كاري، معلقه توم بودره، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، وكمان عود قرفه، ولو عندك ليمون مجفف زوديه. ضفت كمان مكعب ماجي، وهشوح الحاجات دي مع بعض كويس جدا كده لحد لما اشم ريحه البهارات. بعد كده هضيف عليهم 4 معالق كبار من الصويا صوص. هنديلهم تشويحه كويسه كده مع بعض. وبعد كده هنكون مجهزين عندنا 3 كوبايات كبار من الرز المصري. هنغسل الرز ونصفيه كويس جدا، وهنشوح الرز بقى تشويحه كويسه كده لحد لما تلاقوا ان الرز بدأ يخروش كده في قلب الحله. دول 3 كوبايات من الرز المصري. انا حطيت لهم كوبايتين بس من الميه. اول لما الرز يتشرب الميه بتاعته هشيل بقى شويه رز على جنب كده، هقول لكم بعد شويه هنعمل بيهم ايه. طبعا باقي الرز اللي اتفضل في الحله ده لسه محتاج تسويه، فهنزوده بقى نص كوبايه ميه، وهنهدي النار وهنغطيه بقى كده ونسيبه براحته خالص لحد لما يستوي تماما. هنحضر بقى تتبيله بسيطه خالص كده، عباره عن بصلايه كبيره مبشوره، حبايتين طماطم كبار مفرومين ناعم كده، قرن فلفل اخضر كمان مفروم ناعم، معلقتين كبار من الزيت، معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقه قرفه، معلقه من الثوم البودره ومعلقه من بهارات الفراخ، وهنزود كمان معلقتين بس من الخل. هنقلب بقى الحاجات دي مع بعض كويس جدا. دي بقى التتبيله اللي احنا هنتبل بيها الفراخ. انا عندي هنا اوراق فراخ طبعا مغسوله كويس جدا ومنقوعه في محلول النقع. هناخد الفراخ بقى ونتبلها كويس جدا كده من بره ومن جوه ومن تحت الجلد. اهم حاجه بس كده وانتوا بتغسلوا الفراخ كده وتنضفوها لازم تحافظوا على الجلد كويس جدا، انا عايزه الجلد يكون سليم كده ومش مقطوع. تبلنا الفراخ، اتبقى شويه كده من التتبيله، حطيتهم في صينيه فرن. وبعد كده جهزت شويه خضار، حلقات طماطم، حلقات بصل، حلقات فلفل، حلقات بطاطس. عايزه تحطي بسله حطي، كوسه حطي، جزر حطي، الموجود عندك حطيه. هنبهرهم بقى بكيس من المرقه الفوريه، وعليهم معلقه فلفل اسود ومعلقه صغيره من الملح. هندعك بقى الخضار كويس جدا كده مع التتبيله، وبعدين هنشيله على جنب كده بالظبط 10 دقايق لحد لما نحضر الفراخ. هنا كده خلاص الفراخ كانت اتبلت عندي بالظبط نص ساعه. لو ما عندكيش وقت انك تتبليها احشيها كده على طول من غير ما تتبليها. هنعمل ايه بقى؟ هنبدا ان احنا نرفع تحت الجلد ونحط الحشوه كده ونوزعها بايدينا كويس جدا. طبعا الرز مستوي هنا نص تسويه، فما تقلقيش بقى، حطي الحشوه براحتك كده وكتري. اهم حاجه بس ان احنا بعد ما نحط الحشوه نوزعها كويس جدا تحت الجلد. هنرص بقى كده الفراخ فوق الخضار، وهنغطي الصينيه بتاعتنا دي بورق زبده وورق الومنيوم. هنكون مشغلين الفرن على اعلى درجه حراره. انا بنزل الشبكه بتاعه الفرن على الرف اللي قبل الصاجه على طول. وانا طبعا مش بسيبها متغطيه كده طول مده التسويه، انا بسيبها متغطيه بس في الفرن اول نص ساعه. بعد كده بشيل الورق من عليها خالص وبسيبها في الفرن كده من غير ما اشغلها الشوايه لحد بقى لما تتحمر وتستوي كويس. بتاخد اللون الحلو ده من غير ما نشغلها الشوايه. انا في الاخر كده شغلت الشوايه بالظبط دقيقتين، هي ما كانتش محتاجه شوايه اصلا خالص. شايفين بقى ما شاء الله جمال اللون، وبجد بجد مش قادره اوصف لكم جمال الريحه وجمال الطعم. لو عندك بقى اوراق صغيره وعايزه تخلي الحجم بتاعها كبير شويه تقدري تعمليها بالطريقه دي. حرفيا يعني الاكله دي من اجمل الاكلات اللي بتنور السفره كده بتاعه رمضان. ان شاء الله تجربوها ومتاكده ان هي هتعجبكم جدا جدا. بس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. وكالعاده كده ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو. واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.